بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي في ثانوية عامة عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وتكون أيامكم كلها فرحة وسعادة. طبعا بعد ما نزلت الفيديو بتاع مستر رضا واتكلمت عن إزاي أنا استفدت من المراجعة وإزاي الناس ما تقدرش تستفيد منها وكده، لقيت كذا حد داخل يتكلم يقول لي يعني طب محمد صلاح ماله؟ مستر محمد صلاح ماله؟ ومش كويس؟ أتابعه ولا لأ؟ والله يا صديقي بعد انا ما دورت، انا طبعا جربت مستر رضا فقلت اروح اشوف مستر محمد صلاح. شفت له كذا فيديو، شفت ازاي بيشرح ايه، بيحل ازاي كده على السريع يعني. لقيت حرفيا الاثنين زي نوعين فاكهه، ما ينفعش تقارن الاثنين ببعض ابدا. مستر محمد صلاح احسن من مستر رضا الفاروق، واحد تاني يقول لا مستر رضا الفاروق احسن من مستر محمد صلاح. طب ايه الموضوع؟ الموضوع على حسب عقليتك انت بتفهم من مين. انا والله فهمت من مستر رضا، طيب لما جيت سمعت مستر محمد صلاح بعدين فهمت منه، يبقى زي الاثنين كويسين، اسمع بقى اللي انا برتاح له. تمام؟ انا بحب طريقه مستر رضا خلاص، انت راجل بتحب طريقه مستر محمد صلاح خلاص، بس ما ينفعش تيجي لما تيجي تتكلم تقول لا ده احسن ده افضل ده مش عارف ايه. الاثنين ما فيش حد يعني افضل من الثاني، الاثنين كويسين، كل واحد له قيمه وقامه ومحترمين وبيبذلوا مجهود عالي جدا في ان هم يحاولوا يساعدوا الطلبه عن طريق بقى اللايفات والمراجعات الكتيره اللي هي بتنزل ليله الامتحان العربي، وحقيقي بتبقى كافيه وشامله ان هي تراجع لك المنهج كله. يبقى انت دلوقتي عايز تسمع اي حد من الاثنين اسمعه، الاثنين كويسين جدا والله. انا جربت مستر رضا كان كويس جدا، رحت شفت مستر محمد صلاح لقيته كويس جدا برده. فانت دلوقتي هتتابع اي حد من الاثنين، بس في غلط كلكم هتقعوا فيه وتقريبا يعني معظمكم. اروح الاقيني انا دلوقتي محمد بعد ما شفت المحاضره بتاع مستر رضا اروح اشوفها تاني عند مستر محمد صلاح اعتقادا ان انا هلم معلومات اكتر. لا، انت يتخليك مع ده يتخليك مع ده، ما تروحش مع الاثنين ابدا. انت كده طلعت بمعلومات صفر. لو معتقد ان انت هتجمع انت طلعت بمعلومات صفر، عشان تبقى عارف. بس عقلك بياخد انطباع واحد بس، انت بقى تديله اي انطباع. الحاجات ده مش هتعرفها غير في الامتحان وانت قاعد كده بتفتكر، مش عارف تجيب الحاجات دي منين، انت بتحاول تفتكر مش قادر. فانت اسمع واحد بس، يا مستر رضا يا مستر محمد. طيب حبيت تلجا لواحد تاني، تلجا له في النقاط اللي انت مش فاهمها. انا مش فاهم مثلا من مستر رضا موضوع التعبير حلو ازاي، يبقى انا اروح اسمع مستر محمد، غير كده ما اروحلوش تاني. عشان لما اجي في الامتحان انا خلاص ذاكرت من كتاب واحد وسمعت لشخص واحد، هاجي في الامتحان عقلي يبدا يفتكر انت سمعت كذا، كان في النقطه كذا، كانت في الحته من السبوره من فوق مش عارف ايه. وده اللي بيحصل في اللجنه. ما تعتقدش ان انت في اللجنه هتبقى دماغك كده بتديك المعلومات وخلاص، لا، انت بتحاول تقرب لاقرب حاجه دماغك يعني لقطت منها المكان او المعلومه. فاسمع لاي حد منهم، مفيش اي مقارنه بين الاثنين خالص، الاثنين والله العظيم محترمين، وفي غيرهم كتير جدا على اليوتيوب الشخصيات محترمه وشرحهم كويس جدا. بس يلا انت اجتهد واتعب واعمل اللي عليك، وان شاء الله باذن الله هتحقق درجه كويسه. وافتكر ان ليالي الامتحان كافيه ان انت تبدا من الصفر وتقفل الماده. تمام؟ ده بس كان سؤال حبيت ارد عليه على السريع، واي استفسار او اي حاجه اكتب لي في التعليقات وان شاء الله باذن الله هرد عليك. ويا ريت دعواتك يا صديقي الفتره دي تعدي على خير. تمام؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.